ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. هنعمل مع بعض النهاردة سفرة خامس يوم رمضان. سفرة كده ان شاء الله تنفع للعزومات لان فيها اطباق رئيسية فخمة جدا. اول حاجة هنبدأ نعملها مع بعض. معايا فرخة كده حوالي 2 كيلو ونص. هبدأ ان انا اشويها. انا هشويها فهبدأ ان انا اجهز لها الخلطة بتاعتها او التتبيلة بتاعتها. هتبقى عبارة عن ايه؟ احط كده في الخلاط طماطم، 3 طماطميات كده متقطعين، وكمان قرنين من الفلفل، معايا كده جزرايه، وكمان بصلايه كبيره، نص برتقانه، وليمونه. والنص البرتقانه ده علشان يخليني ان انا اديلها طعم البرتقان يعني. والجزر ده اختياري، ممكن تحطيه وممكن لا. وهنضيف كمان زبادي. حطيت كده كوبايه زبادي من اللي عملناها مع بعض. التتبيله ديت خطيره جدا وطعمها حلو جدا جدا، وهتديكي نتيجه كويسه ان شاء الله. هحط كمان ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الخل. وهحط بقى التوابل بتاعت اي توابل اللي تحب تحطيها حطيها. انا حطيت فلفل اسود وكمون وبهارات لحمه، ورق لورا وحبهان، ولو عندي جنزبيل بتحطي، وقرفه، وشويه كده من الزعتر. طبعا الفرخه دي تربيه بيتي، انا دبحها ومنضفاها كويس جدا وغسلها بطماطم. الطماطم بتحوش زفاره، وليمون وخل ودقيق وملح، وغسلتها كويس جدا جدا. وبعدين كده انا مقطعاها كده، فتحاها من الظهر، شايله العظمه اللي بتبقى في الظهر دي، وفتحتها كده من الظهر. فعلشان هي حجم كبير فهبدأ ان انا ايه، انا غازها كده بالسكينة. هنشوف كل ده مع بعض دلوقتي. انا دلوقتي بحط التوابل اللي انا قلت لكم عليها. انت ضيفي اي توابل بتحبي تضيفيها. وكل الكلام ده كده هاخد واروح على الخلاط اضربه كويس جدا. ما خليهوش ان هو يبقى ناعم قوي قوي يعني. عايزه اقول بقى اللي لسه مشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس، وعشان يوصل لكم كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. سفرة النهاردة ان شاء الله سفرة فخمة جدا وفيها اطباق رئيسية كتير، وممكن تنفع لأي عزومة تشرفك يعني. هنعمل مع بعض بديل الرز البسمتي، وهنعمل مع بعض صينية جلاش باللحمة المفرومة تحفة وجميلة جدا. خلاص ضربت كل الخلطة دي كده في الخلاط. هجيب الفرخة بتاعتي زي ما قلت لكم ان هي فرخة وزنها كبير، حوالي 2 كيلو ونص او زيادة كمان، يعني ممكن تخش على التلاتة، 3 الا ربع. فهبدأ ان انا اشرحها وانا غازها كده بالسكينة كويس، علشان التتبيلة تخش جواها وتديني طعم حلو، وتبقى الفراخ كده شاربة من التتبيلة وجوسي كده من جوه. انت ممكن تقطعيها 4 وممكن تسيبيها سليمة زي ما هي. انا حبيت كده ان انا افتحها كده من الظهر. احطها بقى في الطبق ده وافضي فوقها التتبيلة. احط فوقها الخلطة بتاعتي اللي ضربتها ديت. ريحة الخلطة تحفة وجميلة جدا. طبعا الخلطة بتاعتي ديت كتير فمش هضيفها كلها، هعين نصها كده في الفريزر، احطها في كيس وادخلها الفريزر لحد لما عوزها تاني اطلعها تفك واتبل بيها عادي. بتبقى حلوة جدا. هتبل الفرخة بتاعتي وهركنها كده على الرخامة لمدة ساعة او 2 على حسب الوقت اللي قدامك. انا تبلتها كده من الصبح لحد العصر، يعني خدت حوالي 3 4 ساعات كده في التتبيله كده، ما دخلتهاش التلاجة. عايزاها تتبل معاكي اسرع هتسيبيها كده على الرخامه بتاعه المطبخ وتغطيها وتسيبيها بره. ما نحطهاش في التلاجة غير لما احنا مثلا لو انت هتتبليها من بالليل تدخليها التلاجة. هنبدأ بقى نجهز تاني حاجة مع بعض، وهو العصير. هنعمل النهاردة هنبل بلح اللي هو التمر ده. فهبدأ ان انا كده اكسره
هو مش طري، علشان كده مش هيبقى سهل معايا بالسكينة. فانا كده بظهر السكينة كده، وهبدأ ادق عليه لحد لما اكسره نصين. وهحاول على قد ما اقدر يعني ان انا ما اضربش عليه قوي، علشان ما يتكسرش معايا كتير، عاوزاه يتقسم نصين بس. طبعا هعمل تمر بالفواكه، بس هبل التمر دلوقتي، والفواكه مش هحطها غير اخر حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بكسر البلحة نصين بس، مش عاوزاها تتكسر معايا زيادة عن اللزوم. هاخد كمية البلح اللي كسرتها وهغسلها كويس جدا، عشان لو في رمل او في تراب او او لو فيها اي حاجة. اجيب الشفشق بتاعي، احط فيه البلح اللي انا كسرته، وهضيف عليه المية. هضيف عليه نص لتر مية، واحط له السكر حسب رغبتك انتي. هقلبه وادخله التلاجة لحد لما اجي ادخل احط عليه يعني الفواكه اللي انا اقطعها عليه. بعد كده خلاص بقينا العصر. جبت الفرخة بتاعتي كده اللي حطيتها في الصينية كده زي ما انتوا شايفين بالتتبيلة بتاعتها، وحطيتها على عين البوتاجاز. وهغطي عليها واسيبها تستوي على عين البوتاجاز، وبعد كده ادخلها احمرها في الفرن. معايا لحمه متعصجه علشان خاطر نعمل بيها الجلاش. مرضتش اطول عليكم، لان كلنا عارفين اللحمه المفرومه بتتعصج ازاي. فمرضتش اطول بالفيديو اكتر من كده، وعصجت اللحمه بره الفيديو. اللحمه بتاعتي طبعا عارفين كلنا هي بتتعصج ازاي. هبدا دلوقتي ان انا اعمل الجلاش. معايا نص كوبايه كده من السمنه انا مسيحاها. هبدا ادهن الصينيه بتاعتي. ورقة الجلاش بتاعتي كبيرة، فهقسمها هتنيها كده اتنين على بعض. مش هقطعها، انا هتنيهم. ورقة الجلاش هتنيها كده على بعضها، يعني هتنيها كده زي ما انتوا شفتوا كده، وهحطها كده في الصينية. احط 5 طبقات تحت و5 طبقات فوق. ما بين كل طبقة وطبقة هدهن سمنة. انا ليه تنتها كده؟ علشان خاطر تبقى بسوى الصينية. بدهن سمنة خفيف جدا، ما بكترش عشان ما تبقى سمينة وفيها كمية سمنة كتير. ده حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة. عصقته وحطيت عليه ربع كيلو بصل على فلفل على فصين توم. فرمتهم كويس في الكبة. وحطيت معلقة سمنة في الطاسة على النار، وسخنت نزلت فيها اللحمة المفرومة. وبعدين نزلت عليها بالبصل والفلفل والفصين التوم والتوابل بتاعت اللي انا حطيتها. كده حطيت 5 طبقات من الجلاش تحت. تنيتهم زي ما انتوا شفتوا معايا في الاول. هبدأ بقى في النص هنزل باللحمة المفرومة اللي انا عصقتها، وهسويها فوق الجلاش. هسويها كده زي ما انتوا شايفين، احاول على قد ما اقدر ان هي ما تطلعش على الحروف قوي. كده خلاص هبدأ بقى احط 5 طبقات كمان فوق بنفس النظام اللي انا عملته في الاول. اخر طبقة مش بدهنها اي حاجة، علشان ابدأ اقطع بيها الجلاش وما تمسكش في السكينة، او تبهدل الدنيا يعني. ما بدهنهاش سمنة، بسيبها كده زي ما هي. طبعا هقطع الجلاش مربعات زي ما انتوا شايفين كده. لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن. طبعا انتوا عارفين ان احنا الفرن بيبقى شغال سخن من قبل ما ندخله على درجة حرارة عالية. اول لما بندخله بنهدي عليه الفرن لدرجة وسط. قطعت الجلاش. طبعا انا ما عنديش لبن، فهسقيه كوباية شوربة. كوباية شوربة وعليها بيضة وشوية من الفلفل الاسود. وهسقيها للجلاش، وهسيبه 5 دقايق كده على الرخامة يشرب الخلطة اللي انا اديتها له دي، وادخله الفرن. الفراخ بتاعتي كمان استوت. دخلتها تحت الشواية علشان تاخد لون.
كده خلاص سبته على الرخامة لحد لما شرب بالخلطة اللي انا سقيتها له. شايفين بقى لونه الجميل، ريحته تحفة جدا جدا، مقرمش من بره وطري من جوه، وحاجة كده في منتهى الجمال. الفراخ بتاعتي كمان اخدت اللون زي ما انتوا شايفين واستوت وبقت مية مية. شايفين بقى شكلها. تعالوا بقى نعمل بديل الرز البسمتي. جبت كده كيلو من لسان العصفور، انا مش هحمره، انا بس هغلفه بالمادة الدهنية اللي هي عبارة عن معلقة زيت، معلقة سمنة على معلقتين من الزيت. وهبدأ ان انا اضيف له التوابل بتاعتي. حطيت بهارات، حطيت كمون وفلفل اسود، بهارات لحمة وعود قرفة ورقتين من اللورة، وعليهم كده بصلاية قطعتها مكعبات. هشوحهم كويس جدا مع بعض. بشرت الجزرية اخدت نصها كده، هشوحهم ويا بعض كده كلهم لحد لما اغلف كل لسان العصفور، اغلفه كده بالمادة الدهنية دي. حطيت بقى زعفران علشان يديني اللون الاصفر الحلو. زودت عليه الشوربة، لو ما عندكش شوربة ممكن تحطي مية عادي جدا لحد لما يشرب. المية بتاعته دي تهدى عليه النار، واضيف عليه بقية الجزر اللي انا كنت سايباه على جنب، وشوية كده من الزبيب. خلاص الاكل استوي وخلاص المغرب بيأذن، وهو ده فطارنا. زي ما انتوا شايفين كده سفرة تشرفك قدام ضيوفك. ده التمر بتاعنا بعد ما ضفت عليه الفواكه. حطيت عليه موز وحطيت عليه اناناس. الجلاش مقرمش جدا جدا من بره وطري، وطعمه حلو جدا وريحته فظيعة. واللسان العصفور جميل جدا جدا، وكمان شيبسي والسلطة والزيتون. وبألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة.